السلام عليكم. مرحبا مرحبا أصدقائي، يا رب أموركم تكون بألف خير. اليوم هيك حبيت أعمل وصفة تكون سهلة وسريعة وتكون مش تقليدية. أول شغلة أنا اشتريت خبز التورتيلا زي ما انتم شايفين، عملت فيه 3 وصفات. أول شغلة رح أعمل اللحمة المفرومة. هاي المكونات اللي أنا رح أحتاجها، كتير مكونات بسيطة. رح أجيب أي مقلاي أو طاسة ورح أحط فيها قطعة زبدة، وهون بعد ما الزبدة ساحت بتقدروا انكم تحطوا زيت زي ما انتو بدكم. رح أنزل بالبصل والطماطم أو البندورة ورح أقلبهم. رح أنزل هلأ بمعلقتين أو 3 معالق رب البندورة أو معجون الطماطم، وعندي لحمة مفرومة. بعد ما حطيتها هلأ رح أحط البهارات، رح أحط ملح، فلفل أسود وبابريكا وبهارات اللحمة المفرومة بس. رح أستمر بالتقليب ورح أحط معها نص كاسة مي ومعلقتين دبس الرمان. رح أخليها تستوي، وهون بعد ما استوت زي ما انتو شايفين رح أفضيها بصحن. بعد ما فضيتها هلأ تعالوا أحكي لكم شو عملت. أول شغلة جبت شرائح من البندورة وراح أحط هلأ اللحمة المفرومة بقلب خبز التورتيلا. أول وحدة بقطع رغيف الخبز بس هيك كأنه ربع، وراح أفرد اللحمة. راح أحط شرائح زيتون أسود إذا كان موجود، أي نوع جبنة انتو بتحبوها. بدأت أحط الجبنة وراح أحط شريحتين بندورة وراح أبدأ إنه ألفها تقريبا نفس شكل الكريب. هاي أول وحدة. رح أجيب صينية وأحط فيها قطعة زبدة ورح أدخلها على الفرن، ورح أحط كمان هيك زبدة فوق على وجه خبز التورتيلا أو الكريب اللي عملناه. وتعالوا أحكي لكم على ما تستوي شو هي الطريقة التانية رح أخلي خبز التورتيلا مفرود. رح أبدأ إنه أفرد عليه اللحمة اللي أنا عملتها. رح أحط جبنة، رح أحط الزيتون، رح أحط بندورة أو طماطم. طبعا لو في عندكم مشروم تقدروا إنكم تحطوه زي ما انتوا شايفين، وبرضه راح أدخلها على الفرن. الطريقة الثالثة هي طريقة كتير 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 كرياتيف أنا شفتها على التيك توك وحبيت أعملها معكم. رح أجيب خبز التورتيلا ورح أحشيه ورح أبدأ إنه ألفه زي السندويشة، ورح أحكي لكم هلأ شو رح أعمل فيها. رح أتأكد إنه قفلتها من الجوانب كويس، ورح أبدأ إنه أقطعها زي ما انتوا شايفين هلأ، ورح أحطها بصينية التشيز كيك الصغيرة. رح أبدأ هيك أقطعها لقطع. طلعوا كيف؟ وأنا كان عندي صينية تشيز كيك مقاس صغير. رح أبدأ إنه أحطها، وبعد ما ألف باقي الكمية رح أحط من فوق جبنة موزاريلا وأدخلها على الفرن. أنا هاي الوصفة رح أعتمدها يا جماعة. هنا سيحت شوية جبنة موزاريلا لأنه كانت لسه ما كانت بالفليزر ما فكت تماما. رح أعمل زي اللي قبليها، رح أبدأ برضو بإني أقطعها وأصفتها بالصينية تاعت التشيز كيك. طبعا هاي تعتبر 3 طرق بتقدروا انكم تعملوا فيها وصفات او اكلات بخبز التورتيلا. طبعا في لسه اشياء كتير، رح اعمل لكم كمان فيديو رح يكون مفاجأة لكم برضو بخبز التورتيلا. كتير كتير طريقة بتجنن مثل ما انتو شايفين هون كملت باقي الكمية. رح احط من فوق الجبنة الموزاريلا زي ما انا حكيت لكم، ورح ادخلها على الفرن. هاي طبعا كنت خلص طلعتها. رح ارش عليها زعتر، كتير بيعطي نكهة او بيعطي هيك ريحة كتير حلوة. رح افضيها ورح احطها بالصحن، وهذا هو الفاينل لوك لأول
وصفة بخبز التورتيلا. كتير كتير ريحتها كتير حلوة وسريعة كتير كتير عن جد. وهاي التانية والتالتة، هذا هيك بعد ما طلعته شوفوا ما أحلى الشكل واللون. طبعا حطيت عليهم كلهم زعتر لأنه كتير بحب ريحته بالأكل الصراحة. إذا عجبكم الفيديو أصدقائي يعني ما تنسوا إنكم تعملوا لي لايك وشير سبسكرايب تدعموني علشان قناتنا تكبر. واكتبوا لي آراءكم في التعليقات، قولوا لي شو حابين أني أعمل لكم. طبعا نسيت أحكي لكم هون أنا جبت المشروب الجديد. طبعا كلكم بتعرفوا شو هو السبب، لأنه قررنا أنه نقاطع أي إشي من المنتجات اللي بتدعم الاحتلال. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتنشروا الحلقة بين اصحابكم. شكرا كتير لكم، بحبكم كتير، مع السلامة.